ازيكم؟ لو فاكر انك انت اللي بتتحكم في مزاجك يبقى انت غلطان، لانه في جيش سري جوه بطنك بيتحكم في انك هتزعل النهارده ولا لا، يعني هتغضب على اهلك ولا لا. وده كله مش في دماغك، ده في امعائك. طب ليه تفتكر لما تاكل طبق كشري بتدخل في حالة سعادة، ولا لما بطنك بتبقى وجعاك بتبقى زعلان من كل الناس ومش عايز تكلم حد؟ اللي عايزك تعرفه انه جوه بطنك في عدد من الميكروبات اكتر من نجوم السماء، دول عايشين بشكل منظم. في منهم المفرحين، ودول اللي بيصنعوا السيروتونين هرمون السعادة من الأكل. وفي منهم الزنانين، ودول لو كتروا هتفضل مكتئب على طول. طب ازاي بيتحكموا في مزاجك؟ هقولك السر. بطنك بتكلم دماغك عن طريق العصب الحائر، وده خط تليفون مباشر بينهم. يعني لما بطنك تعيط دماغك هتسمعها. وفي إحدى الحالات بنت عندها 30 سنة بتعاني من الاكتئاب، لما الدواء ما جابش معاها نتيجة الدكتور قال لها روح اعملي تحليل ميكروبات. وبعد التحليل اكتشفت إن جيش الزنانين في بطنها هو اللي مسيطر، وببساطة غيرت أكلها، وفي أسبوعين اتحسنت من الاكتئاب. طب تعمل ايه عشان تخلي جيش المفرحين هو اللي يكسب؟ وايه الأكل المصري اللي يفرح بطنك؟ حاجات بسيطة زي الزبادي بالخضار والملوخية اللي فيها ألياف بتشبع الميكروبات الكويس. وما ننساش بقى طبق الفول لأنه ده سلاح سري. وخليك بعيد بقى عن السكر الأبيض والأكل البروسيسور. لكن تتوقع بقى لو بطنك بعتتلك رسالة هتقولك ايه؟ ما تنساش تكتبلي في التعليقات. بس خلي بالك، الموضوع مش بس مزاج، ده ممكن بطنك تخليك تقع في حب شخص أو تكره التاني. العلماء اكتشفوا إن الميكروبات دي بتفرز هرمونات بتأثر على مشاعرك على الناس. يعني لو الميكروبات قلقة هتخليك تشوف شريكك غريب. يعني ممكن تكون مشكلتك في الحب السنين دي كلها سببها بطنك. يعني لو بطنك هتختار لك شريك حياتك هتختار لك مين؟ سلام.